السلام عليكم حبايبي. النهارده هنعمل مربى الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا بقى معايا نشوف المكونات والطريقة ايه. معايا 2 كيلو فراولة. يلا نغسلهم بقى انا قطعتهم. لازم اغطسها في المية خالص عشان الرملة تنزل تحت. بعد حبايبي ما غسلناها كويس قوي قطعناها، ويلا بقى على البوتاجاز نشتغل فيها على طول. بعد ما شطفتها كويس خلاص وحطيناها تحت الحنفية المية الجارية خلاص، وقطعناها حطيناها بقى على النار. على كل كيلو فراولة حطيت نص كيلو سكر. هسيبها بقى لما تبتدي تستوي، واي رغاوي بتطلع او ريم بيطلع هنشيله على طول. وهنحط لها نص ليمونه بس في الاخر مش دلوقتي. سيبها بقى مع نفسها وارجع لها بعد نص ساعه. نشيل بقى الريم. معلش بس البخار كده حبايبي. احنا شلنا معظم الريم اهو. كده حبايبي بعد ما شلنا الريم هنحط اهو عصرة الليمونة. ونسيبها شوية وبعدين نرجع نطفي عليها. بصوا حبايبي احنا نزلناها خلاص من على النار، بس تبرد شوية وبعدين نعبيها. بصوا شايفين القطع، قطع الفراولة اهي. طفينا عليها بس تبرد بقى شوية وبعدين نعبيها. بصوا واجي بقى نقدم طبقنا. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا مربى الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا بقى نقول عملنا ايه. جبنا الفراولة، شلنا منها العنقود بتاعها الاخضر وغسلناها كويس قوي، وبعدين قطعناها وبعدين سلقناها. حطينا عليها السكر بس ما حطينا عليها ربع كوباية مية بس عشان هي بتنزل المية بتاعتها. وبعدين حطينا عليها بعد ما استوت حطينا عليها نص ليمونة. خلاص حبايبي هي ما بتقعدش كتير على النار. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. بصوا حبايبي، اللي يحب بالقشطة يحب بالزبدة براحته خالص. اللي يحب اللي طلعت معاه فاتحة شوية ممكن يحط لها بنجراية. وبألف هنا حبايبي، سلام عليكم.